راح اسوي خباز. هذا الخباز ما اعرف شو يسموه، يعني اكو محافظات يسموه غير اسم ما اعرف. المهم هو خباز، طبعا هو ارخص اكله 5 بلف واغنى اكله بالفوائد. تعالوا نسوي الطريقة. انا ايش راح اسوي؟ طبعا ما راح اسوي هاي العضود، ما اسويها. اخذ بس الورق، بس هذا اخذه واثرمه واطبخه. وهسه بعد ما ثرمته وغسلته، شوف شلون ثرم، احطه بالطاوة. فهسه راح اغطيها بالذوب، ما حطيت لها ماي، اتركها تذوب. يلا نشوف، شوف شلون ذبل. هسه من نشف مايه هيك راح احط له هذا بصل وثوم وفلفل حار. هسه احط زيت على مود احمسهم شويه، يعني 4 خواشيق تقريبا. خاشوقة معجون نخليها تحمس وياه شويه. راح احط خاشوقة صغيرة نوم وبصرة مطحون، خاشوقة ملح. وهسه راح ازيد الفوائد، هاي التشريبة مالت العظام اللي سويناها وصفة، في سويتها مربعات. طبعا هم فوائدها كل زينة، نحطها وياه. هاي كملت، راح احطها على صفحة ونقلب طماطم. احط زيت، خاشوقتين تقريبا، بصل، احط الطماطم، لأنه طماطم قويات، خاشوقة صغيرة، بهارات كركم، ملح ما راح احط لان انا اصلا حاطة على الخباز، فما اريد تصير مالحة. كملت اطفيها واخذها واحطها على الخباز. يلا وهسه اصبها، صار المنظر يخبل. بصل اخضر وفلفل وليمون، خلي اعصر بعد عليها ليمون. اتمنى يا رب تستفادون من هاي الوصفة، واتمنى تجربون.